والنعم الجسيمة والعطايا الجزيلة، الذي سمع بالعز ففات نواظر الأبصار، ودنا باللطف فجاز هواجس الأفكار، الذي توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه، وتفضل بالآلاء والكبرياء فلا ضد له في جبروت شأنه، الذي حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأعناق، الذي خضعت الرقاب لعظمته وضجت القلوب من خيفته وعدت ثم الصلاة والسلام على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. بك بشر الله السماء الرزقية وتوقع جسما بك الله يوما يتير على الزمان صباح ومساء بمحمد والله يوحى إليه النور في ظلمائه متكامعة يشتى به الظلماء والآل الكثرى والغوائب جنة تدرك رواه بها مبدأ. بك يا ابن عبد الله قامت سبعة بالحق من الهدى والله بنيت على التوحيد وهو حقيقة نادى بها الصراط والعلماء. صلى الله عليه وعلى صحبه ومن والاه ومن تبعه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب العشاء وتبوأتم من الخيرة منزلا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، فعل